شاء الله تبارك الرحمن. هذه طلحة ما شاء الله باقي تزين، كانت صغيرة فمواقع هذه ما أسقيهن والله، إن يطلعن من فسهن ويعتمدن على عمرهن، اللهم إني أقلمهن بس. هذه ما شاء الله الله يطرح البركة، هذه ما عاد تحتاج أصلا، خلاص صارت شجرة وتعتمد على عمرها. أرحبي، هذه الرطاء، هذه شجرة الرطاء دائما أرحب فيها وأهلي، لأنها كانت مفقودة من فترة الحمد لله، الحين تشوفونها في كل مكان. فيحتاج منا بس أن نتابع الأشجار المزروعة، طبعا المشتولة شتل تحتاج متابعة لتنزل عروقها في الأرض. فمن الطبيعي الشخص يعني إذا زرع يكون يتابع أشجاره أول بأول إلين تعتمد على نفسها، وخاصة المناطق اللي هو يجيها تقريبا بشكل يومي وكذا، تحتاج لها متابعة علشان يكون زراعتها وشتله ناجح 100%. طبعا في زراعة في النفود الرطاء أغلبه ما يحتاج متابعة، ازرعه في موقع يكون يعتمد على عمره، فالنفود والرمل رمل النفود نفسه هو اللي يخلي الشجرة تعتمد على نفسها بدون متابعة. هذا العرفاج مرة راح أشجار كبيرة، السيارة ما تقدر تمشي أصلا في المنطقة هذه بعد فترة. طبعا الحين في مجالات بسيطة، لكن بعد فترة خلاص، لأن بدأ فروخ العرفج في كل مكان. وهذا البذور، لاحظوا البذور، هذه البذور اللي هي تجيب لنا العرفج في كل مكان. فتغير العرفج، الموقع كان العرفج بسيط قبل 2 الحين بدأ بالتكاثر شيئا فشيئا، ما شاء الله تبارك الرحمن. منطقة كاملة وكله أغلبه أشجار عرفج صغيرة وكبيرة، بس الأكثرية بدأ يكثر الأشجار اللي انتم تشوفونها كاملة. اللهم زد الصراحة وبارك، كل اللي نشوفه مبشرات خير، يا رب لك الحمد. مريحة وممتعة بإذن الله، يمنع من عن استخدام الهاتف الجوال طوال الرحلة، ونرجو منكم الجلوس في مقعدكم وربط الأحزمة استعدادا للإقلاع. أعزائنا المسافرين، استعدادا للهبوط للمرجو العودة إلى مقاعدكم والتأكد من ربط الأحزمة، ويمنع من عن استخدام الهاتف الجوال أثناء عملية الهبوط، وشكرا. 100 50 40 30 20 retard 5